صلت رحم بزاف جزائريين تلقاهم يعني ما يحكيش مع عمو، ما يحكيش مع خالو، ما يحكيش بالك مع باباه، مع يماه، مع اختو، لعدة اسباب. كيفاش راك تشوف هذه صلة الرحم؟ هل هي من الكبائر؟ هل هي من الصغائر؟ وش العقاب تاعها في الدنيا في الآخرة؟ قطيعة الرحم هي كبيرة من الكبائر، وخصوصا إذا كانت متعلقة بالأقارب الأقربين، كما الوالدين، كما الأعمام، كما الأخوال، كما العمات، كما الخالات، كما الإخوة والأخوات. إذا كانت مع هذو فهي كبيرة من الكبائر وإثمها عظيم. قال صلى الله عليه وآله: ما كانش حاجة تقطع العمر تاع الإنسان وتكسر في العمر تاع الإنسان كما قطيعة الرحم. يعني الإنسان اللي يقطع الرحم تاعه ما يعيش بزاف كما قال صلى الله عليه وآله. تمحق البركة من الأموال تاعه، تمحق البركة من العمر تاعه، من الصحة تاعه، من ولاده. وحقيقة احنا لما نشوفوا البيوت هذه اللي متقاطعين فيها نجبروا باللي الناس هذو عايشين في نكد، عايشين في شقاوة والعياذ بالله. ولازمنا حنا ماذا بينا نعرفوا شو السبب هذا تاع قطيعة الرحم. كان تأملوا في السبب تاع قطيعة الرحم نجبروها باللي الدنيا، الورث، الدنيا، الدراهم، ما تفهموش على حل الارض، ما تفهموش على بكره، والاخر يقول لك دخلت المعزه تاعي للزرب تاعي، وواحد يقول لك اي فسدت لي. هذه الدنيا يا جماعه. انت تحب تربح الفاني باش تخسر الباقي. الفاني هذاك كنت راح تمتع بها سيدي، بكره هذيك ولا معزه ولا ما على باليش هذاك الورث هذاك اللي راك انت راك تشوفوا باللي هو كلش في الدنيا هذه. قدش راح تتمتع به في الدنيا هذه؟ قدش راح يدوم لك؟ والدنيا هذه راح تدوم لنا مرحله قصيره. في الدنيا هذه نعديوها مرحله قصيره. تحب تخسر انت الشيء اللي يبقى؟ والآخرة خير لك، وللآخرة خير لك من الأولى، والآخرة خير وأبقى. بمفهوم آخر لك لا يدخل الجنة قاطع رحم. أحسنت، بارك الله فيك. هذه الوعرة. قال صلى الله عليه وآله: يقول الله عز وجل: الرحم شجنة من الرحمن، يعني فرع من الرحمن، من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. فينبغي للإنسان أن يتأمل في المصير تاعو، في المستقبل تاعو، لأنه المستقبل يخبينا وحدة من زوج حوايج: يا إما الخير يا إما الشر. طيب كيش نعرف أنا الشيء اللي وصلني للخير في المستقبل؟ كيش ماذا بيا أنا الخير يكون لي القدام؟ سهلة، شوف الباب اللي تدخل منها. إذا كان دخلت من باب الرضا تاع ربي، حط في بالك مليح وتيقن مليح باللي الخير والقدام راه يستنى فيك. إذا كان دخلت من باب السخط تاع ربي، قطيعة الرحم، عقوق الوالدين، الإساءة إلى الجيران، إلى الناس، حط في بالك باللي الشر راه يستنى فيك. الدعاوي الشر، دعاوي الشر بو خير، انت تربح دعاوي الخير، الناس ترحم عليك وعلى والديك، يقولوا تبارك الله، شوف ذاك الأخلاق، شوف ذاك التربية. ولا نهار كامل ما يلعنوا فيك: الله لا يوصلوا فلان، الله لا يتربحوا، الله لا من الأفضل. إذن اللي حاب يسنها الخير القدام يدخل من باب الرضا تاع ربي سبحانه وتعالى، ما يخليش الشيطان يلعب به. الله يسلمك.